السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت لو انت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس، هيوصلك ان شاء الله مني كل جديد. واتمنى كده منك ان انت تاخدي لفة كده على الفيديوهات القديمة، هتلاقي فيها حاجات حلوة كده هتفيدك بإذن الله. الوصفة بتاعت النهاردة بدون لحوم بدون فراخ، هتلم كل اللي موجود في التلاجة عندك بثلاث بيضات او ببيضتين زي ما انت حابة. تقدري تنفذي الوصفة الجميلة الجبارة المنقذة دي. تنفع بقى معاكي في فطار، تنفع في عشاء، تنفع في غدا، زي ما انت تحبي بقى وتفضليها. بس بالاكتر يعني هتبقى حلوة او في العشاء او في الغدا. بصوا، طرية جدا. وزي ما بنقول كده هنلم اي بواقي بقى موجودة عندنا كده هنحطها في الوصفة الجبارة دي. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وينور رضاكم ان شاء الله. يلا كده بقى نخش مع بعض كده على المكونات اللي احنا هنستخدمها النهاردة. معانا كده مكونات زي ما انتم شايفين كلها موجودة في كل بيت. يعني في حاجات ممكن نستغنى عنها وفي حاجات لا. اهم حاجة الاساسي معانا النهاردة الثلاث بيضات دول، ممكن من بيضتين لثلاث بيضات. ومعانا اتنين حبايتين من البطاطس كده متقشرين ومغسولين كويس. ومعانا طماطميتين وبصل وجزر وفلفل وتوم، وفي كان زيتون كده مخلي، وكان في علبة جبنة فيتا. وهناخد معلقة توم كده. كل الحاجات دي زي ما بنقول موجودة في كل بيت. هنمسك كده الأول المبشرة، هنبشر البطاطسيتين كده. احنا عايزينهم كده مش ناعمين خالص ومش خشنين قوي يعني، عشان كل المكونات دي هنحطها في فرن البوتاجاز، فهتستوي كلها مع بعض مرة واحدة. بعد ما غسلنا البطاطس في الاول مش هنغسلها بعد ما بشرناها، احنا عايزين النشا بتاعها ده عشان ده اللي هيساعدنا برضو في عملية الربط. ومعانا كده الجزرتين هم كمان بشرناهم. وهنبشر كمان البصلاية كده. كل حاجة بصوا في طبق واحد بقى، انا عاملة عليكم اهوت، مش حاطه حاجات هتستخدموا فيها مواعين كتير ولا حاجة، زي حالي كده اهو. اهو زي ما انتم شايفين. وهبشر كمان الطماطمايه ديت. والطماطمايه التانية هفضل ان انا هقطعها كده مكعبات صغيرة، عشان انا المبشورة خالص دي هتديني زي كأنها مضروبة في الخلاط. انا عايزاها مكعبات صغيرة كده تبان معانا في الوصفة بتاعت النهاردة. هنقطع كمان الفلفل، ده فلفل رومي ومعانا فلفل شطة. مش هاخده كله لان بصراحة كان حامي مولع كده وانا معايا اطفال صغيرة، فمش هينفع يعني. حطيت بس اكتفيت بحتة صغيرة منه. انتي بقى ليكي حرية الاختيار برضو. كده تمام. هنزل كده بالمعلقة التوم الصغيرة ديت. ومعانا زيتون مخلي، هتديكي كده يعني ايه شكل البيتزا وطعم البيتزا كده. هاخد بس شوية كده من الزيتون بسرعة قبل ما اقلب المكونات دي على بعض، علشان احطهم على الوش كده يدوها شكل حلو برضو. كنت حاطة على البيض زي ما انتوا شفتوا فلفل اسمر وشوية من الخل كده عشان الزفارة. وهبتدي بقى كده ايه اقلبهم مع بعض وانزل بيهم. وكان في التلاجة كمان كده حتتين من الجبنة الرومي قطعتهم برضو. وعندي علبة جبنة فيتا كده صغيرة. لو هقول لكم العلبة دي بقالها في التلاجة اكتر من شهر يعني هتضحكوا عليا. اهو نزلت برضو بيها. وهنبهر بقى عادي الخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها دي. هنحط ايه؟ هنحط ملح وفلفل وكمون، وهنحط شوية من الروزماري، من الزعتر عفوا. عايزين زعتر عشان يبقى ناعم كده، ما يبقاش خشن كده طويل معانا. وهندي بقى شوية من الزيت كده. معايا كمان هنا ايه حبة جبنة موتزاريلا كده. دول بقى لو مش موجودين عندك ما تحطهمش. انا حطيتهم بقى لان كانوا موجودين عندي وعايزة في نفس الوقت اخلص من الجبنة ديت. وهحط كده الدقيق. اهم حاجة بقى التلات معالق دقيق، انا حطيت 4، لسه هنزل بمعلقة تاني. هنحط 4 معالق دقيق. وكنت هنسى حاجة مهمة وافتكرتها في الاخر، يعني اللي هو البيكنج باودر. نحط كده لان احنا حاطين فيها دقيق وحاطين فيها حاجات كتير كده، فعايزين حاجة ايه ترفعها كده وفي نفس الوقت تخليها هشة ما تبقاش مكتومة. دي المعلقة الرابعة، يبقى كده 4 معالق دقيق. وهنزل كده ايه بنص معلقة كده من البيكنج باودر اهو. هقلب بقى كل ده في بعضه كده. بصوا اصلا شكلها
والله شكلها تحفة. معايا بقى صينية كده، سواء بقى مدورة سواء مربعة اي حاجة. خدت بالفرشة كده بتاع، هنقول معلقة مثلا من السمنة البلدي، عشان نطعمها بقى ونخلي طعمها حلو كده. ممكن زيت، ممكن اي حاجة بقى، سمنة عادية اي حاجة. هندهن بس الجناب كده بتاعت الصينية، عشان لما نيجي نطلعها تبقى طالعة معانا ايه كده مظبوطة، ما تبقاش مهرودة معانا ولا حاجة. كده خلاص انا فضيت الخليط كله في الصينيه، وهبتدي بقى ايه اوزعه حلو كده. وهنساوي الصينيه كده بالراحه، نسوي الجناب كلها عشان تبقى في سوا واحد. وادي حبه الزيتون اللي احنا كنا سايبينهم على جنب، هنحطهم بقى على الوش كده. وهنحط على الوش شويه جبنه موتزاريلا. كل الكلام اللي انا بقول لكم فيه ده اتحضر فما ما يكملش 5 دقايق. كل الحاجات دي بشرناها على طول واحنا واقفين. بس كنت في اللحظة دي اول ما ابتديت فيها كنت مشغلة فرن البوتاجاز على اعلى درجة حرارة اهو. وهحطها في الفرن على طول. طبعا هي ما بتاخدش نار كتير، يعني ما بتكملش 10 دقايق. انت اول ما بتشوفيها وتقعدي تقلبي فيها كل شوية كده، ولقيتي الجناب بتاعتها احمرت، خلاص على كده بتطفي وتولعي الشوايه من فوق كده، وبتاخد اللون الحلو الجميل اللي انت شايفاه ده. وخلاص على كده. بصوا وصفتنا النهارده سهله وبسيطه ازاي، والولاد فعلا حبوها قوي والله. بصوا هي كده لسه طالعه من الفرن، عماله تطشطش اهي. اهو. هنسيبها بقى تهدى 5 دقايق كده او 10 دقايق بالكتير. تهدى بس عشان نعرف نطلعها من الصينيه. انا طبعا ما صبرتش عليها اكتر من 5 دقايق يعني كده، لما حسيت ان هي بقت دافيه يعني كده وحلوه. هبتدي اقطعها بقى كده، زي ما بقطع كأنك بتقطعي كيكه بالظبط اهي. هنبدأ بقى كده ايه، نطلع كده الخرطة. بصوا بسم الله ما شاء الله، تحفة. وريحتها والله العظيم كانت، بصي يعني مش قادرة اوصفلك بقى الريحة بتاعتها كانت في الشقة عاملة ازاي. هنطلع قطعة تاني كده مع بعض، تطلع بكل سهولة. اهم حاجة تسيبيها ترتاح شوية كده، ما تطلعهاش وهي سخنة خالص. بصوا التسوية بتاعتها من تحت واخدة لون محمر برضو جميل ازاي اهو. مفيش اسهل من وصفة النهاردة يا جماعة. لو عجبكم الفيديو بتاع النهاردة ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. تعالوا بقى نقطع كده منها وندوق ونشوف طعمها بما يرضي الله عامل ازاي. ونشوف البطاطس والجزر والحاجات اللي احنا حطيناها استوت ولا لا. طبعا بصوا كله من جوه مستوي وجميل، يعني ما فيهوش ولا غلطة والله اهو. تتقطع كده بالشوكة بالمعلقة زي ما انت عايزة بقى، تحطيها جنب اكل تاكليها كده اللي يريحك. بصوا من جوه اهو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. دمتم في حفظ الله وامنه. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.